يمكن قدمنا مسرحيات قبل كده، ويمكن المسرحيات اللي قدمناها قبل كده كان فيها افيهات ليها علاقه بالكوره وليها علاقه بالاهلي والزمالك. حصل ان فعلا كان في مجموعه كبيره من جمهور الزمالك زعل مننا وزعل من الناس اللي قالوا افيهات قبل كده، وكنا واعدينهم قبل كده ان ما يحصلش اي هزار، حتى لو الهزار ده حد من جمهور الزمالك شايف ان ده هزار ما يتعداش اكتر من انه هزار، الا ان لو واحد بس شايف ان ده يضايق فده في حد ذاته احنا لابد نحترم اللي اتضايق، ولابد ان احنا ده ما يتقدمش تاني. حصل في اول عرض وده كان اتقدم امبارح، اول عرض اتقالت فيه الجمله كان مقصود بيها برضه ضحك بدون اهانه، لكن مجموعه كبيره من الناس زعلوا مننا. جمهور الزمالك ما نقدرش نخسره، جمهور الزمالك هم اخواتنا هم اصحابنا، بالاضافه كمان للمستشار رئيس النادي المستشار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور. الناس دول وقفوا معانا ومع الفرقه وقفه كبيره جدا. ما ينفعش ان بعد اللي هم عملوه معانا ان احنا نضايقهم او نضايق واحد حتى من جمهور الزمالك اللي هم ملايين. احنا في عرض واحد نكسبه، مش في عرض ان احنا نخسر مجموعه كبيره من الناس. بعتذر وبوعد بجد مع الشباب كلهم ان مفيش لا اهلي ولا زمالك ولا اي علاقه بالكوره. يعني يمكن في عندنا شويه محظورات كده، هيبقى من المحظورات كلام عن الكوره خالص. الكلام ده ممكن يتاخد ببساطه، ممكن يتاخد بحساسيه. ما نتمناش ابدا ان اي حد ياخد الموضوع ده بحساسيه، وما نتمناش ابدا ان حد يزعل مننا. بعتذر لكم وبوعدكم ان ده مش هيتكرر تاني.